جايب لك يا باشا ميكروباص جامد جدا، حالة ممتازة ولقطة بسعر 285 ألف جنيه. بص يا باشا، النهاردة معانا عربية مختلفة شوية، مش عربية ملاكي ولا عربية فخمة ألمانية. النهاردة معانا ميكروباص محترم جدا، حالة نادرة ولقطة. الميكروباص ده مش أي حاجة، ده معمول علشان الشغل الجدعان، علشان اللي عايز يبدأ مشروع نقل أو عنده خط سير ثابت أو حتى عايز يشتغل عليه في المشاوير والمدارس أو الرحلات. العربية موديل حديث نسبيا 2016 وحالة فوق الممتاز، ما فيهاش خربوش في البودي ولا صوت في الماتور ولا حتى دخان ولا قيط في الزيت ولا كلام ولا أي كلام من ده. الميكروباص فعلا حالة تقول اركب واشتغل وامشي على طول، حالته ممتازة فعلا. الماتور بنزين 1600 سي سي، في فئات كتيرة، بعض النسخ ديزل على حسب الفئة، بس اللي معانا بنزين ناعم جدا في السواقة وصيانة سهلة. العربية ماشية حوالي 110 ألف كيلو بس، وده ولا حاجة على عربية شغالة زي ديت. الصالون ده الداخلي نظيف جدا، الكراسي جلد مريح وفيها مراوح سقف بتبرد الجو كويس جدا، وفيها نظام صوت محترم وراديو شغال زي الفل. الأبواب بتقفل وتفتح زي الفل، والكاوتش بحالة ممتازة، 4 جداد من فترة قريبة، يعني لسه مغيرينهم من فترة قريبة. الفتيس ناعم جدا، الماتور بيقاوم على أول دوسة. العربية بتسحب حلو جدا حتى لو محمل، وثبات جدا على الطريق، ما فيهاش أي اهتزاز أو رعشة في الطريق. العربية ديت يا جماعة مناسبة جدا لأي حد عايز يبدأ مشروع نقل محترم، سواء مدارس أو خط داخلي أو حتى رحلات صغيرة. ولو حد شغال في النقل وعايز يوسع شغله، الميكروباص ده هيخدمك سنين من غير ما يطلب حاجة. والأهم من كده السعر، أنا طالب فيه 285 ألف جنيه. أيوة 285 ألف جنيه بس، والسعر ده في السوق أعلى من كده بكتير. يعني لو رحت سألت في أي منطقة أو أي سعر على السعر ده اللي أنا بقولك عليه، مش هتلاقي زيه بالظبط. بس أنا حابب أبيعها بسرعة، اللي جاهز يجي دلوقتي في أي وقت يناسبه وهيلاقي الميكروباص جاهز ليه. بس صدقني قبل ما أقولك تعالى، الميكروباص ده يا جماعة متصين بالكامل، يعني مش محتاج جنيه زيادة ولا محتاج مصروف، تركب وتشغل يا باشا وتمشي على طول. غير كده الميكروباص هينزل من هنا، صدقني الميكروباص هينزل هيتباع. فانت خش اتواصل معانا على الصفحة بسرعة علشان الميكروباص يكون من نصيبك. ما تنساش لايكك الجميل والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.